الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصية لكل واحد من الأحباب واللي بيسمعوني وبيشاهدوني. وصية إياك والصاحب. الصاحب ساحب. شوف مين اللي مصاحبك واللي هتصاحبه، أو يصاحب ابنك أو تصاحب بنتك أو تصاحب زوجتك. الصحابة بقت عملة نادرة الآن. كل شيء بيطلع من الصاحب إن لم يكن صاحب مؤمن تقي هيخرب لك بيتك ويخرب لك حياتك ويضيع لك ابنك ويضيع لك بنتك. أقسم بالله العظيم أنا بشوف حاجات بيندى لها الجبين. لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ده ربنا ذكر الكلب في القرآن الكريم عشان الصحبة اللي مع أهل الكهف. يعني الصاحب ده حاجة جميلة جدا وحاجة بشعة جدا. فاختاروا الصاحب لكم ولأبنائكم ولبناتكم ولحياتكم، فرب أخ لم تلده أمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغير حياتك.